احتفالا برأس السنة الأمازيغية يناير وفي أجواء مميزة بالمسرح الوطني الجزائري محي الدين بشطرزي تم تكريم قامتان من قامات الفن الجزائري، الفنانتين القديرتين الجيدة التي بدأت مشوارها الفني سنة 1951 والفنانة أنيسة ميزاغير في سنة 1956 من طرف الجمعية الفنية الثقافية الألفية الثالثة بمساهمة الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة والمسرح الوطني الجزائري محي الدين بشطرزي. Très contente de revoir surtout les amis d'avant, les gens avec qui on a travaillé depuis les années 60, 56, 57, 58. أنا نتلاقاو معاهم، هذاك هو البليزير يا خويا. Avec plaisir qu'on est là يعني pour pouvoir fêter cette grande fête avec tout notre public hein, et avec tous les gens qu'on ne voit presque plus. Hein, moi qui نتلاقى بأنيسة ولا كنتلاقى بإبراهيم ولا نتلاقى c'est très important pour moi parce que عشنا سوا سوا. Hein, on a fait pas simplement quelques passages ensemble, mais c'est toute une vie. أنيسة أنا نعرفها من 56 ما تفارقناش. وإحنا يعني خدمنا وما زلنا للآن ما زال نتلاقاو وما زال et c'est avec un grand plaisir que je suis là. اليوم وصلنا لعدد 116 فنان 116 فنان تكرمت من سنة 2001 إلى يومنا هذا. اليوم أنا 2019 واليوم احنا اخترنا زوج فنانين كبار أعطوا الكثير للساحة الفنية، أعطوا الكثير للإذاعة وأعطوا الكثير للتلفزيون وأعطوا غير الحاجة المليحة ومن حقنا نكرموهم. وإحنا اخترنا هذه المناسبة مناسبة يناير حبينا نكرموهم في قاعة المسرح الوطني. السيدة جيدة نهار بدات في عمرها 4 سنين، بدات في 1951. السيدة أنيسة ميزاغير كان بدات في 57 58. عندهم مسار كبير، عندهم تاريخ كبير في الساحة الفنية، وكل شيء اللي قدموه للتلفزيون ولا الإذاعة كان مقبول من طرف الجمهور. الشخصيات هذول الاثنين نوروا الساحة الفنية منذ زمن طويل وكانوا على وتيرة يعني وتيرة متساوية طيلة كل هذه السنوات. أنا نعرف جيدا الجيدة مشطوح، نعرفها مليح منذ زمن طويل ملي كانت صغيرة هكذاك ودير ثنائي مع حاجة ربح درياسة ونشاطات كثيرة ممثلة وكذلك مطربة ولحد الآن لا زالت لحد الآن، وهذا اعتراف بالنسبة لينا احنا ككل العائلة الفنية. وكذلك أنيسة الله يبارك، أنا كنت نشوفها كي كانت تغني الحوزي، نعرفها مليح في الوقت اللي كانت تغني الحوزي، وممثله وفنانه يعني بمعنى الكلمه لحد الان لا زالت عندها العطاء ولا زالت عندها الهمه تاع الفن. الحفل التكريمي الفني عرف إقبال كبير للجمهور للتمتع بأجمل الوصلات الغنائية المتنوعة.
تحية كبيرة يقدم لها السيد سيد علي بن سالم ميدالية التكريم للفنانة القديرة جيدة. مبادرة طيبة من طرف رئيس الجمعية الفنية الثقافية الألفية الثالثة سيد علي بن سالم بتكريم الفنانين في حياتهم بتذكر أعمالهم الخالدة عبر التاريخ. والضوء هذه المرة كان للفنانتين القديرتين الجيدة وأنيسة ميزاغار اللواتي أعطيتا الكثير للفن الجزائري. من غير هذه الأمسية وهنا على خشبة المسرح الوطني الجزائري رئيس الجمعية الفنية الثقافية الألفية الثالثة الفنان سيد علي بن سالم. أكيد هذه اللمة الفنية أكيد. الحفل التكريمي صادف أيضا عيد ميلاد الفنانة القديرة حفيظة بن ضياف، حيث عاشت أجواء الفرحة مع الفنانين لتبقى هذه الأجواء الرائعة أجمل ذكرى راسخة في الأذهان.